انت كده هتعمل ايداع في محفظة باينانس بتاعتك عن طريق الفيزا. تمام. هنختار من هنا ايداع. الشراء باستخدام يو اس دي، الدولار امريكي. احنا الاول كنا بنعمل ايداع من التداول من شخص لشخص، لا هنا بقى نختار ايه؟ الشراء باستخدام يو اس دي. وبعد كده بتحدد العملة بتاع الكارت بتاعك، هو تقريبا غالبا دولار امريكي. لو عملة تانية تختار عملة من هنا، تضغط على اليو اس دي كده. تمام. تختار العملة اللي انت عايزها، في عملات كتيرة جدا، تقريبا كل عملات. وبعد كده بتحدد المبلغ، بيقولك أقل حاجة 15 دولار وأقصى حاجة 20,000 دولار. هنحول مثلا كام؟ 15. تمام. هنقول له شراء يو اس دي تي. تمام. احنا هنشتري بالدولار، هنشتري بيه رصيد يو اس دي تي، دولار رقمي. تمام. شراء. بيقول لي هيديك 14 دولار يو اس دي تي. هنشتري ب15 دولار، هيدينا 14 دولار و4 من 10 يو اس دي تي. تمام. باستخدام البطاقة الفيزا أو الماستر كارد. وهنقول له تأكيد. جاب لي الصفحة اللي فيها البيانات الشخصية بتاعتي زي الاسم والعنوان، واللي المفروض أدخل فيها بيانات الكارت بتاعي، بيانات البطاقة البنكية بتاعتي. بس هنا في معلومة مهمة، إن لازم بيانات البطاقة البنكية تكون مطابقة لنفس الاسم بتاع حساب باينانس. دخل بيانات الكارت بقى، رقم الكارت وتاريخ الانتهاء والسي في في. بس كده. لو استفدت من الفيديو بمعلومة، متنساش تدعمنا بلايك على الفيديو واشترك معنا في القناة لو مش مشترك في القناة.